تربية الأطفال من أصعب التحديات اللي بتواجه الآباء والأمهات. مهمة مرهقة نفسيا وجسديا. بيبقى الأب أو الأم مش عارفين أعمل إيه، أتعامل إزاي مع الطفل ده. أنا نفسي أعلمه وأفهمه لحد ما يبقى شخص فعال، إنسان إيجابي ومنتج، عنده ذكاء عاطفي يوصله لمراتب متقدمة في حياته على الصعيد الشخصي والمهني، إنه يبقى عارف مشاعره ومقدرها أيا كانت، ويكون مرن في التعامل معاها، إنه يبقى قادر يتحكم في انفعالاته، يحفز من نفسه لما يكون محبط، قادر إنه يحب نفسه ويكون علاقات صحية وناجحة مع اللي حواليه. علشان كده هنناقش النهاردة جزء من كتاب اسمه ابنك على ما تربيه للدكتور إيهاب ماجد، وللي ما يعرفوش فهو خبير في تعديل السلوك وتطوير الأداء وأخصائي الصحة النفسية وأخد شهادات كتيرة قوي في مجاله. أول حاجة هنعملها إحنا محتاجين نعمل تصحيح لبعض المفاهيم. أول نقطة، التربية علم يحتاج للتعلم، زيه زي الهندسة والطب وغيرها من العلوم. عمرك شفت مهندس نزل الموقع وابتدى شغل من غير ما يكون عارف أساسيات الهندسة وقال سيبوني أنا هعرف أتصرف؟ أو دكتور راح يعالج مريض بإحساسه كده؟ أتصور إنه الإجابة أكيد لأ. الحب شيء فطري، يعني حب الأب أو الأم لولادهم أو حب الجدود لأحفادهم ده فطري، مفهوش مجال للتعلم. ولكن إني أتصرف بحكمة وبطريقة سليمة في المواقف هو ده اللي محتاج نتعلمه. الشخص اللي بتتمنى بصدق إن هو يكون في أحسن حال ويكون أحسن منك هو ابنك أو بنتك. وعلشان نحول الأمنية والرغبة دي لواقع ملموس لازم نشتغل ونبذل مجهود علشان نحققها. ولادنا يستاهلوا إن احنا نبذل كل الجهد والوقت والفلوس علشان يطلعوا أسوياء. واللي يعتبر أهم هدف إنك تحطه في بالك وإنت ماشي في رحلة التربية إن ولادك تكون صحتهم النفسية سليمة، وإن العلاقة الطيبة بينك وبين ولادك واللي قايمة على الحب والهدوء والاحترام والتواصل هي من أهم مقومات الصحة النفسية. تاني نقطة، ما تفكرش إنك لما تقول لابنك أو بنتك اعمل ده وما تعملش ده وإنت بتعمل عكس اللي بتقوله إنه هيسمع كلامك، لأنه للأسف مش هيسمع كلامك، هو هيعمل زيك بالظبط. ابنك مرايتك. في قاعدة مهمة في التربية بتقول لو كلامك بيناقض أفعالك يبقى ما تنتظرش ولادك يسمعوا كلامك. فأنت لو عايز تربي صح فأنت مضطر تعيد النظر في بعض التصرفات الغير صحية في حياتك الأول قبل ما تبدأ توجه. بمعنى أدق كده أنت القدوة لولادك. تالت نقطة معانا وهي ابنك مش من ممتلكاتك، ده إنسان له مشاعر ورغبات، عنده احتياجات وله أولويات وبيقابل مشاكل وعقبات. دورك مش إنك تمنع حدوثها لأنك عمرك ما هتقدر. دورك كمربي هو إنك بتعلمه إزاي يتعامل معاها ويواجهها وتأهله إنها بتحصل وهتحصل. رابع نقطة اسمها عواقب للفعل مش عقاب للطفل، اسمها نتاج للفعل مش عقاب للطفل، اسمها تأديب مش عقاب. وأعتقد إن إحنا مجرد ما بنغير الكلمة أو استخدام اللفظ اللي بنتعامل بيه معاهم بيبقى له تأثير كبير مختلف علينا وعليهم. آخر نقطة معانا، شخصية ولادك أهم بكتير من درجاتهم في المدرسة أو من منظرك قدام اللي حواليك أو من وضعك الاجتماعي. ما يبقاش كل تفكيرك الناس هتقول علينا إيه. لو ابنك اختار حاجة مش على هواك أو مش هتحطك في الوضع الاجتماعي اللي انت بتتمنى تكون عليه، ما تحاولش تبدي الناس على احتياجات ابنك. ما توصلش لطفلك إن الناس عندك أهم منه. افتكر إن ابنك بيتولد صفحة بيضة وانت اللي بترسم فيها شكل حياته، زيه زي الفخار بالظبط اللي بيتشكل أثناء التصنيع. وهنا بيجي تعليق خفي في أذهان بعض المربين اللي مش مقتنعين بالكلام اللي فوق ده كله، فيقول ما احنا اتربينا بالشدة والضرب وزي الفل اهو، أو ما فلان كان باباه مقطعه من الضرب ودلوقتي راجل ماله هدومه تبارك الله. طيب خليني أقولك أول حاجة، في مقولة بتقول استراتيجية الأمس الناجحة قد تكون استراتيجية اليوم الفاشلة. إيه يا عم الكلام الكبير ده؟ خليني أقولك بالراحة كده، العالم اختلف والحياة اتغيرت، وعالم النت ما ينفعش فينا نتبع نفس الطريقة القديمة التقليدية. إلى جانب إن الأشخاص اللي أنت بتضرب بيهم المثل دول إن هم اتهانوا واتضربوا ممكن أساساً يكون عندهم مشكلة محدش يعرف عنها حاجة غيرهم والدكتور بتاعهم. دلوقتي جه دور أساسيات ناخد بالنا منها وإحنا بنربي. أول حاجة لازم تحترم ابنك وتحترم أفكاره علشان تكسب قلبه وعقله من وهو صغير، وما تستناش لما يكبر علشان تبدأ تعمل ده، علشان تقدر توجهه للطريق الصح بدل ما هو يروح يدور بنفسه ويوصل لطرق تانية مضللة. بس ساعتها مش هتعرف تتكلم، وحتى لو اتكلمت مش هيقتنعوا ولا هيسمعوا. وافتكر كمان إن في ناس كبيرة في السن إلى الآن مش قادرة تتشافى من كلام بيوجعهم كانوا أهاليهم دايماً بيقولوه لهم. في دراسة أثبتت إن الطريقة اللي بنتكلم بيها مع ولادنا هي دي الطريقة اللي بيتعلموها علشان يتكلموا بيها مع نفسهم. علشان كده مهم قوي ناخد بالنا من كلامنا معاهم،
وإنه له تداعيات كبيرة على ثقتهم بنفسهم ومعتقداتهم عن نفسهم وقدرتهم على التواصل مع اللي حواليهم. اتعلم إنه يكون أساسي التعامل بينك وبين ولادك بصيغة الطلب بدل من صيغة الأمر. فما فيش حاجة اسمها اعمل ده وما تعملش ده، في حاجة اسمها من فضلك ممكن تعمل الحاجة دي. طيب لو الحاجة دي اتعملت يبقى الرد الطبيعي التلقائي المفروض هو شكرا، وقيس عليه في بقية المعاملات. ابعد تماما عن المحاضرات والتوجيه المباشر سواء للأطفال أو حتى الكبار. مرات بنعمل ده، مفيش مشكلة، بس ما تخليهاش أساسية معاك في طريقتك. تقدر تبدلها بالقصص، الحكايات المعبرة عن القيم المشابهة اللي انت عايز توصلها، وناقشه في أحداث القصة وخليه يتفاعل معاك. اسأله استفدت ايه من القصة دي؟ طب شايف تصرف البطل ده صح ولا غلط؟ طيب هل شايف الأحداث دي قريبة من حياتك؟ وجرب إنك تستخدم أسلوب تبديل الأدوار في بعض الأوقات. أوقات كتيرة قوي بيحبوها وبتجيب نتيجة. اعرف كويس إن أغلى حاجة طفلك محتاجها هو وقتك، وجودك، تركيزك واهتمامك الكامل ليه ومعاه، مش ألعاب غالية ولا هدوم من براندز معينة ولا اشتراكات في أغلى نوادي. حسسهم دايما بالكلام وبالأفعال إن هم أغلى وأهم حاجة في حياتك، وإنك محظوظ بوجودهم معاك، مش إن هم عبء عليك ولا إن هم معطلينك ولا مأخرينك عن أي حاجة حلوة في حياتك. دلوقتي جه دور شوية حاجات ممنوع نعملها تماماً قدام الناس. ممنوع تتكلم على ابنك بالسلب، ده بطيء، ده مهمل، ده أناني. ممنوع تحكي عن معاناتك معاه، ده مغلبني معاه، ده تعبني معاه، ده أنا مش عارفة أعمل إيه. ممنوع توجهه قدام الناس. ممنوع إنك تلوم وتزعق وتهين قدام الناس أو حتى القرايب. وافتكر إنك تدافع عن ابنك دايماً، وبينك وبينه لوم وعاتب حتى لو كان أقرب الناس. افتكر إنك ممنوع تقلل من شأنه أبداً قدام الناس، بمعنى قدام الناس أنا همدحه، هشكره لو عمل حاجة كويسة، هقدر محاولاته، هخليه يحس بالتميز وكأنه عالم، وهدور معاه عن أفكاره الجديدة الغريبة وعيشها معاه.